ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله عامل لكم النهارده محشي ما تتوقعوش هو ايه. بصوا بقى، حذروا فزروا، هو ده ولا ورق عنب ولا طبعا كرنب ولا بتنجان ولا اي حاجه من الكلام ده كله، بس شويه محشي لوز بجد. النهارده عامل لكم محشي ملهوش حل، بحاجه سهله وبسيطه جدا، هتجيبها من السوق ببلاش مش بفلوس، مش هتشتريها اصلا لانه اصلا ما بيتباعش. انت هتاخديه كده ببلاش من السوق. تعالي نصلي على الرسول كده ونسمي بالله واقول لكم النهارده انا هعمل معاكم المحشي ده. هاتي كده كزبره وشبت وبقدونس، طماطم مفرومه في الكبه، معايا بصلتين او 3 بصلات كبار. النهارده الورق ده هيكون ورق اللفت. طبعا انتوا عارفين اللفت اللي احنا بنخلله. انت بتجيبي اللفت من السوق، فبيبقى فيه ورق كبير واخضر حلو كده، بالذات في اول الموسم او في اول الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي، بيبقى لسه طالع كده ايه، طري كده وطازه. هاتي بقى الطماطم، حطها في سمنه وزيت كده على النار، سيبها كده تغلي كويس، وبعد كده بصلتين كبار في الكبه مع قرنين فلفل رومي افرميهم، حط عليهم ملح وفلفل اسود وانزلي على الطماطم تديلها يعني حوالي 5 دقايق. انا عايزه البصله تبقى نيه فيها، ما تكونش مستويه قوي. بعد كده هاتي بصل قطعيه وحطي عليه ملح وفلفل اسود وتبلي الفرخه بيها. هاتي بقى بصلايه كبيره، حطها على النار في سمنه، اديلها تشويحه وانزلي عليها بطماطميه كبيره مفرومه، وبعدين حطي لها ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه وتوابل اللحمه، وحط لها شويه ملح وشوحي الفرخه فيهم وزودها ميه وسيبها تستوي. هاتي بقى الخضروات اللي احنا قلنا عليها، قطعيها شبت وكزبره وبقدونس، تمام كده. طبعا احنا سلقنا اللفت ونقعناه في ميه، هنسيبه حوالي ربع ساعه منقوع في ميه، وبعد كده هنرمي الميه ونحط اللفت في المصفى. اغسلي الرز بقى وقلبي عليه كل المكونات دي اللي هي الصلصة والخضرة، وحط عليها كمون. انا الكمون بطحن عليه كزبرة ناشفة وشطة، وبطحنهم كده مع بعض خلطة للمحشي بتبقى حلوة جدا. هاتي بقى الورق كده سويه زي ما انتوا شايفين، زي ورق العنب وزي ورق الكرنب، زي اي ورق اللي هيتحشي. وابتدي بقى احشي كده. انا حطيت الخضرة اللي انا قطعتها من الشبت والكزبرة والبقدونس، اللي هي العيدان اللي هي بتبقى في الديل التخينة دي، بحطها في الحلة كده، بفرشها في الحلة، وبعد كده بحشي عليها اللفت زي ما انتوا شايفين. شايفين الخضار والحلاوة بجد حلو جدا، مغذي ونسبة الألياف فيه عالية جدا، ومهضم في سريع الهضم. احنا انتوا عارفين ان احنا من بلد فلاحين، وعارفين الحاجة اللي فوائدها عالية جدا وصحي جدا يا جماعة، ومش مش بينفخ بقى ولا بيتعب ولا الكلام ده كله. انا بعد ما خلصته سقيته كده، او حطيت له الشوربة بتاعته، كمية الشوربة، وحطيته على النار يستوي. جبت بقى معلقتين كبار سمنة زبدة كده. السمنة الزبدة دي انا بسيحها، هتلاقوها في الفيديو في فيديو من الفيديوهات بتاعتي. انا بعمل السمنه اللي هي السمنه العاديه على سمنه زبده وبسيحها مع بعضها، بتدي نفس طعم الزبده بالظبط وما بتاثرش معاكي في اي حاجه خالص. حمرت الفرخه كده ورشيت عليها ملح وفلفل اسود زي ايام زمان كده، وزي ما امهاتنا عودونا. وتعالوا بقى شوفوا حلاوه وجمال محشي اللفت، ما يتقارنش بينه وبين اي محشي تاني خالص، يمكن احلى واطعم بكتير، هو فعلا احلى واطعم. بصي مفيش فرق بينه وبين شكل ورق العنب، وطعمه حلو جدا. ويلا هاتوه جربوه وما تكسلوش، على فكرة هو ده أيامه، هو لسه طالع جديد دلوقتي. الحقوا هاتوه واعملوه كده وهو طري وحلو. أول ما بيطلع كده بيبقى طعمه حلو جدا، وتبقى الورقة لسه ملبلبة كده وطرية وخضرها فيها حلو بجد، وتركاته حلوة قوي، وأنا قلت لكم على مميزات حلوة. ويلا شاركوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وتعليق ولايك جميل منكم عشان يوصلكم كل جديد.